اتصدرت الفنانة نبيلة عبيد الترند خلال الساعات الماضية، وده بعد تألقها في مهرجان أسوان. وارتدت النجمة نبيلة عبيد فستان لامع جدا، الفستان باللون الوردي ومخطط بالأسود. نبيلة عبيد دايما بتظهر في المهرجانات بشكل مميز جدا، وده لأنها بتكون حريصة جدا في اختيار لبسها ومكياجها والأكسسوري بتاعتها. دايما نبيلة عبيد بتحب الألوان الفاتحة، ومكياجها بيكون هادي جدا، لكن أحمر الشفاه بتاعها دايما غامق وباللون الأحمر. وشفناها كتير جدا في مجموعة كبيرة من أفلامها وهي لابسة الباروكة باللون الأحمر، وده لأن اللون الأحمر بيتماشى جدا جدا مع بشرتها الفاتحة. ودايما تصريحات النجمة نبيلة عبيد بتثير أمر جمهورها اللي دايما بيتابعوها، لأن دايما نبيلة عبيد بتظهر بكامل أناقتها بالرغم من أنها عدت 70 سنة، إلا أنها ما زالت محافظة على رشاقتها ووزنها وجسمها ومكياجها. والجديد إن نبيلة عبيد أعلنت عبر انستجرام على صفحتها الخاصة إنها الفترة الجاية هتخوض تجربة إذاعية جديدة في برنامج تلفزيوني مع النجمة لطيفة. وصرحت نبيلة أيضا إنها معروض عليها مجموعة من الأعمال، وإنها ما زالت بتفكر ترجع تاني بعمل يكسر الدنيا. ودايما قناة حكاياتك بتقدم لكم أهم وآخر أخبار وأسرار النجوم والمشاهير لحظة بلحظة.